بنت اسمها انا واختها فيف وجوز اختها روني، وهم قاعدين بيتكلموا، وبنشوف انا وهي متحمسه وبتكلمهم عن اهميه الفن وعن طموحها في انها تكون فنانه مشهوره ويكون عندها معرض فني خاص بيها. لكن جوز اختها بيحبطها بكلامه وبيقول لها ان الفن ده اصلا كلام فارغ ما بياكلش عيش وملوش اي مستقبل، والدليل انها اتخرجت من كليه الفنون وبتشتغل مجرد موظفه في معرض فني، ومع ذلك مرتبها مش مكفي حتى انها تأجر شقه مستقله بنفسها. فانا بترد عليه وبتقول له ان الحياه في نيويورك غاليه جدا وان دي مشكله عامه بتواجه كل الشباب اللي في سنها. فبيقول لها روني ان هو بصراحه كده مش عارف ياخد حريته في بيته وهي عايشه معاهم، وبيطلب منها انها تدور على شقه تسكن فيها. فبتتضايق انا جدا من كلامه وبتعتذر له عن الازعاج اللي هي مسبباه ليهم، وبتقول له انها هتمشي قريب جدا من بيتهم. بعديها بتوصل انا لشغلها في المعرض الفني اللي بتشتغل فيه، وفي اليوم ده بيكون عندهم مزاد مهم جدا لانهم هيعرضوا النهارده لوحه تقدر بالملايين. وبنشوف مديره المعرض اللي اسمها كلير بتعمل اجتماع عاجل للموظفين وبتقول لهم ان النهارده يوم مهم جدا وان كل شيء لازم يكون على اكمل وجه. لكن بتلاحظ كلير ان قميص انا مش نظيف وفي بقعه في هدومها، فبتقول لها ان كده مش هينفع تقف في وسط القاعه وتحضر المزاد بالشكل ده. بتطلب منها تقف بره عند بوابه الدخول، وان مهمتها هتكون بس هي استقبال الضيوف وتوزيع كتالوجات اللوحات عليهم. وبعد ما بتخلص انا توزيع الكتالوجات بتروح مكتبها وهي بتشتكي لزميلتها ايمي من الظروف الصعبه اللي هي بتواجهها، وبتقول لها ان نفسها تفتح معرض فني خاص بيها لكن الدنيا مش مساعداها. وبتلاحظ انا وهي بتتصفح في الكتالوج اللي كانت بتوزعه ان في غلطه مطبعيه في وصف واحده من اللوحات، فبيكون مكتوب ان اللوحه مرسومه بالزيت لكنها في الحقيقه بتكون بالاكريليك. فبتروح انا لكلير وبتبلغها علشان تصلح المعلومه للضيوف قبل المزاد ما يبدا. وبعد المزاد كلير بتوبخ الموظف المسؤول عن طباعه الكتالوجات وبتقول له ان الغلطه دي كانت ممكن تكلفهم كتير وان اللوحات دي ثمنها ملايين، وغلطه زي دي ممكن تخسرهم زباين كتير. وبتعرفوا ان لولا انا انتبهت كان المعرض اتقفل. وبتكون انا سعيده جدا وفخوره بنفسها لان دي اول مره المديره تشكر فيها قدام الموظفين. وبالليل لما انا بتروح البيت سمعت اختها وجوزها وهما بيتكلموا عنها لكنها بتتجاهل كلامهم عنها وبتنام. وتاني يوم الصبح بتكلمها كلير وبتقول لها ان اختارتها هي من بين موظفين المعرض عشان تسافر معاها لندن عشان تساعدها في تنظيم مزاد كبير هيتعمل هناك. وبتفرح انا جدا وبتطير من الفرحه وبتسال على ميعاد السفر. فبتفاجئها كلير ان الطياره بعد ساعتين بس. تبدا انا في تجهيز شنطتها وبتتفاجئ ان اختها وجوزها مبسوطين جدا انها هتسافر وهتسيبهم، لدرجه انهم كانوا بيساعدوها في تجهيز شنطتها. ولما بتوصل انا للمطار بتتفاجئ انها مش هتسافر لوحدها وان في بنتين من المعرض هيسافروا معاها، وبتزعل جدا لان البنتين دول هم اكتر اتنين بتكرههم في الشغل لانهم دايما بيتعالوا عليها وبيقلوا منها. ولما بيوصلوا المطار بيطلبوا من انا تساعدهم وكمان تشيل لهم شنطهم ولانهم في منصب اعلى منها فبتضطر انها تسمع كلامهم. وبتتفاجئ ان زمايلها مش هيركبوا معاها في نفس الطياره، وده لانهم حجزوا لنفسهم على درجه رجال الاعمال وحجزوا انا في الطياره اللي بعديهم وكمان في الدرجه الاقتصاديه. فبتتضايق انا وبتحس بالاحباط من تصرفهم تجاهها. وبتكون فيه موظفه في المطار مراقبه الموقف كله صعبان عليها انا، فبتقرر انها تعوضها عن شعورها بالاهانه من زمايلها. فبتحجز ليها على درجه رجال الاعمال لان في اماكن كتير فاضيه في الطياره وهي مش خسرانه حاجه. فبتشكرها انا وبتكون مبسوطه وبتقرر انها تروح تستجم في السبا لحد ميعاد الطياره. بس وهي ماشيه بتجيلها مكالمه مهمه من لندن، بس وهي بترد على التليفون بتخبط شاب بالغلط وبتوقع عليه العصير. وبتحاول انا انها تعتذر له لكنه بيسيبها ويمشي. وبتركب انا الطياره وهي سعيده جدا انها راكبه درجه رجال الاعمال، بس بتتفاجئ ان الشاب اللي قاعد جنبها هو نفسه الشخص اللي وقعت عليه العصير. وبتكون انا محرجه جدا لدرجه انها ما بتبصش في وشه على امل انه ما ياخدش باله منها، لكن الشاب بيكون واخد باله منها جدا وبيقول لها انه مش متضايق وبيبدا يعرفها على نفسه. بيقول لها انه اسمه ويليام وانه صاحب واحده من اكبر شركات التسويق في العالم، وبيسالها عن سبب سفرها للندن. فبتقول له انها شغاله في مجال الفن وانها مسافره لندن عشان في شغل هناك. وبتساله انا عن سبب سفره هو لندن، فبيقول لها انه مسافر عشان يحضر عيد ميلاد امه اللي اسمها كاثرين. وبتوصل الطياره لندن وفي المطار بتستقبل كاثرين ابنها ويليام وبيعرفها على انا وبيقول لها انه اتعرف عليها في طياره. فبتسالها كاثرين عن مكان اقامتها، فبتقول لها على اسم الفندق اللي هي نازله فيه. فبتعرض عليها كاثرين انهم يوصلوها، فبتوافق انا لانها في الحقيقه ما كانش معاها اجره التاكسي. وفي الطريق بيدردشوا مع بعض شويه وبتعرف انا ان كاثرين كانت موديل اعلانات زمان وانها كانت مشهوره جدا في ايام شبابها. وبتقول لها كاثرين ان هما الاثنين يشبهوا بعض لان هما الاثنين بيشتغلوا في المجال الفني. وبتوصل انا للفندق اللي هي نازله فيه، وقبل ما تدخل بيعرض عليها ويليام انه ياخدها يفسحها في المدينه بما انها اول مره تزورها. فبتعتذر ليه بحجه ان عندها شغل كتير. وبتتدخل كاثرين وبتطلب رقم تليفون انا عشان تطمن عليها، فبتديها انا رقمها وبتشكرها جدا وبتودعها وبتدخل الفندق. وبتقابل كلير اللي بتتفاجئ ان حجزت ليها في فندق تاني ارخص من الفندق ده. وبتبلغها كلير انها مسافره روما النهارده وانها هتسيبها هي وزمايلها ريني وسوزي عشان يستعدوا للمزاد. وبتديها كتالوج فيه كل اللوحات اللي هتكون في المزاد والمطلوب منها انها تراجع كل اللوحات وتتاكد من المواصفات والاسعار. وبتقابل ريني وسوزي
وسوزي اللي بيبلغوها ان في اجتماع للموظفين دلوقتي حالا، والمطلوب منها خلال الاجتماع انها تسكت خالص وما تنطقش باي كلمه. وفي الاجتماع بتتعرف على ارنولد مدير فرع المعرض في لندن، وبيشرح ليهم في الاجتماع ان المزاد هيتضمن مجموعه لوحات بروفايل، ودي من اهم واغلى اللوحات في العالم، وان اللوحات دي ما اتعرضتش من سنين في اي مزاد، لكن صاحب مجموعه اللوحات دي اتوفى من فتره قريبه، وان مراته هي اللي طلبت عرض اللوحات في المزاد. وبيقول للموظفين انه مش مسموح باي خطا حتى لو كان بسيط، لان المزاد هيكون موجود فيه مجموعه من اهم واغنى الشخصيات في العالم. وبعد الاجتماع بتروح انا لمكتبها اللي بيكون نفس مكتب ريني وسوزي، وبتوصل لانا رساله من كاثرين تقول لها انها نسيت اللابتوب في عربيتها اثناء ما كانت بتوصلها في المطار هي وابنها، وبتعزمها تحضر حفله عيد ميلادها، وبالمره تاخد اللابتوب بتاعها. وبعد الشغل لما تروح انا للفندق بتتصل بيها ايمي صاحبتها، وبتقول لها انها تحكي لها عن اخبار الرحله، فبتحكي لها عن ويليام وامه كاثرين، وبتقول لها انها مش مرتاحه ومكسوفه من نفسها انها كدبت عليهم، وقالت لهم انها مديره المعرض الفني في نيويورك، بس عملت كده عشان هي اتكسفت تقول الحقيقه. وبتوصل انا لعيد ميلاد كاثرين وبتشكرها على دعوتها ليها، وبتقول لها انها تاخد اللابتوب بتاعها وتمشي بسرعه عشان ما يكونش فيه احراج، لكن كاثرين بترفض وبتصمم انها تحضر معاهم حفله عيد ميلادها. وبيوصل ويليام وبيسلم على انا وبيعرفها على جوليان مارك صديق امه، فبتنبهر انا لانها واقفه قدام واحد من اهم الفنانين في العالم. بتقول له انا انها عارفه كل اعماله الفنيه وبتحبها جدا. وفي خلال عيد الميلاد بتتصل بيها كلير وبتقول لها ان في عميل مهم عايز تذكرتين لمسرحيه شكسبير، وبتطلب منها تتصرف باي طريقه وتجيب التذكرتين باي ثمن. ورغم انها بتنزعج لكن لازم تلبي الطلب، فبتروح تسال جوليان لو يقدر يساعدها ويجيب لها تذكرتين لمسرحيه شكسبير، لكن كاثرين بتتدخل وبتقول لها ان التذكرتين هيكونوا عندها بكره الصبح. وبتاخد كاثرين انا في جوله في بيتها وبتحكي لها عن حياتها وانها اتجوزت 3 مرات قبل كده وكل ازواجها كانوا فنانين. وبتسال ان عن دار المزادات اللي هي مشرفه عليها، فبتقول لها انها مشرفه على دار اورينز، فكاثرين بتقول انها دي نفس دار المزادات اللي هي هتعرض فيها لوحات جوزها المتوفي. فانا بتفهم ان جوزها هو صاحب مجموعه لوحات بروفايل. بتقول كاثرين ان كلير هي المسؤوله عن بيع لوحاتها في المزاد، فبتعرض كاثرين على انا انها تكون هي المشرفه على بيع لوحاتها بدل كلير، لكن انا بترفض وبتقول لها انها مش عاوزه مشاكل مع كلير. وبتعزم كاثرين انا على افتتاح معرضها الفني اللي هيكون تاني يوم، وبتوافق انا وبتودعها وتمشي. تاني يوم بتوصل انا رساله من ويليام اللي بيقول لها انه معاه تذاكر المسرحيه، وبيطلب منها تقابله في ملعب كره القدم عشان يديها التذاكر. ولما بتوصل انا بشوفه وهو بيدرب الاطفال الصغيرين على لعب الكوره، فبتساله هو ليه ما راحش شغله، فبيقول لها ويليام انه بيحب يدرب الاطفال الصغيرين قبل ما يروح الشغل، وبيستغل ويليام الفرصه وبيعزم انا على الغداء، لكنها بترفض بحجه ان عندها شغل كتير، وبتاخد منه التذكرتين وتمشي. وبتروح انا لكلير وتديها التذكرتين اللي بتكون مبسوطه جدا منها، وبتودعها انا وبتقول لها انها ترقيها في اقرب فرصه. وبالليل بتوصل انا لافتتاح المعرض الفني عند كاثرين، وبتكون كل حاجه كويسه وانا مبسوطه جدا منها، لحد ما بتوصل كلير وريني وسوزي للمعرض، فبتتوتر انا جدا وبتستأذن من كاثرين وتمشي بسرعه قبل ما يشوفوها. وبيلاحظ ويليام توترها فبيروح وراها ويسالها على سبب خروجها من الحفله، فبتقول له انها تعبت فجاه، فبيعرض عليها ويليام انهم يروحوا يكملوا سهرتهم في مكان تاني، فبتوافق انا وبيروحوا نايت كلاب يشربوا ويرقصوا طول الليل. بس بعد ما بيخلصوا السهره بيعرض عليها ويليام انه يوصلها للفندق بتاعها، فبتتوتر انا جدا لانها ساكنه في فندق قديم ورخيص، فبتخليه يوصلها للفندق الفخم اللي ساكنه فيه كلير. لكن قبل ما تدخل انا للفندق بيوقفها ويليام وبيقول لها انه بيحبها، وبيكون جوه انا شعورين متناقضين جدا، فبتكون سعيده جدا باعتراف ويليام بحبه ليها، لكنها في نفس الوقت خايفه من رد فعله لما يعرف حقيقتها. وبتعدي الايام وبتبدا علاقتهم تتطور، وبيقضوا اوقات كتير مع بعض. وفي يوم بتساله هو ليه اختارها من بين كل البنات اللي قابلهم واختارها انها ترتبط بيه، فبيقول لها ويليام انها شخصيه مختلفه عن باقي البنات اللي عرفهم، وان فيها صفه مهمه جدا وهي التواضع رغم انها غنيه، وان الصفه دي هي اللي شدته ليها، انها ما شافهاش في اي بنت من البنات الاغنياء اللي عرفهم قبل كده. فبتتوتر انا من كلامه وبتساله عن خططه المستقبليه في شغله، فبيفاجئها انه هينقل كل شغل نيويورك عشان يكون جنبها طول الوقت. بعد كده بتوصل انا لشغلها في دار المزادات، وبتتكلم مع كلير اللي بتقول لها انها مبسوطه من شغلها، وتبشرها انها خلاص هترقيها لانها اثبتت انها انشط موظفه في المعرض والوحيده فيهم اللي تستحق الترقيه. لكن ريني بتقطع كلامهم فجاه وبتقول لها ان كاثرين اتصلت ولغت المزاد، فبتنزعج كلير جدا من القرار المفاجئ ده لان المزاد ده كان مهم جدا بالنسبه للمعرض. لكن فجاه بيوصل ويليام للمعرض، ولما بتشوفه
وانا بتتوتر جدا وبتاخده وبيطلعوا وبيتكلموا بره، وهي منزعجه جدا لانه ما اداهاش خبر قبل ما يجي. فويليام بيهديها ويقول لها انه كان قصده انه يعمل ليها مفاجاه، هو بيستغرب هي ليه متعصبه كده، فبتقول له انها منزعجه من قرار امه. فبيقول لها ويليام انه مش بيتدخل في اي قرار خاص بامه. فانا بتقول له ان المزاد ده كان هيعمل للدار نقله كبيره، وان الغاء المزاد ده هيتسبب في خسائر كبيره. فبتعصب ويليام من كلامها وبيفهم انها ارتبطت بيه عشان امه تتمم المزاد وتقدر انها تستفيد من وراه. وبيقول لها انه مش ممكن يعمل علاقه مبنيه على الاستغلال والطمع، ويسيبها ويمشي. وبترجع انا للشغل، لكن اول ما بتدخل بتستدعيها كلير لمكتبها وتطلب منها تفسير منها للي حصل. فبتعترف لها انا انها انتحلت شخصيتها لانها كانت حاسه انها قليله وكان نفسها تحس بتقدير الناس ليها. وبتعتذر انا على اللي عملته، لكن كلير ما بتقبلش اعتذارها وبترفضها من الشغل. فانا بتفضل تتحايل عليها انها بس تديها فرصه تانية وهي هتصلح غلطتها، لكن كلير مش بترضى ولا بتقبل اعتذارها وبتصمم انها ترفضها. وبتخرج انا من عندها وهي بتعيط وبتروح تقعد لوحدها وبتكلم اختها في نيويورك تقول لها انها طردت من الشغل وهترجع بكره لنيويورك. لكن اختها بتفاجئها انهم جابوا كلب اخذ مكانها في الشقه، وانها للاسف ما بقاش ينفع تقعد معاهم في البيت. فبتتصدم انا جدا من اللي حصل ده وبتحس ان الدنيا ضاقت عليها ومش لاقي حد يساعدها. فبتقرر انها تروح لكاثرين وتعترف ليها بالحقيقه وتقول لها انها مجرد موظفه بسيطه في المعرض، وبتعتذر ليها انها كذبت عليها وبتقول لها انها عملت كده لان نفسها انها تعيش حياه الاغنياء حتى لو يوم واحد. لكنها بتتفاجئ من رد فعل كاثرين اللي بتقول لها انها فخوره بيها لانها مثلت الدور باحتراف وقدرت تقنعهم طول المده دي انها فعلا غنيه. بتعترف ليها كمان ان هي نفسها عملت زيها زمان عشان توصل للشهره. وبتتفاجئ كاثرين اكتر انها مش هتلغي المزاد ولا حاجه، لكن دي كانت خطه تسويقيه لان المشترين لما بيعرفوا ان المزاد هيتلغي هيكونوا متحمسين اكتر انهم يشتروا اللوحات باي ثمن، وانها لما تعلن عن رجوعها للمزاد تاني اللوحات هتغلى جدا. وبتنبهر انا بذكاء كاثرين وبتسالها عن خطتها، فبتطلب منها كاثرين انها تجهز عشان تروح معاها دار المزادات. ولما بيوصلوا لدار المزادات بتبلغ كلير بقرارها وانها ترجع المزاد بس عند شرط، وهي ان انا هي اللي تشرف على بيع لوحاتها. وطبعا كلير بتوافق عشان تنقذ الموقف. ولما بيجي يوم المزاد بتتعرض اللوحات، بتنجح خطه كاثرين وبتتباع اللوحات بسعر اعلى بكتير من السعر المتوقع. ولاول مره بتكون انا فخوره بنفسها. وبعد المزاد بتقابل ويليام وبتعتذر له، بس بالرغم من انه عرف الحقيقه من امه بيقول لها انه مش هيقدر يسامحها لانه حاسس انها خدعته. فبتقول له انا انها كذبت عليه عشان تقرب منه، لانه اكيد ما كانش هيبص ليها لو عرف حقيقتها وانها مجرد بنت فقيره. لكن ويليام بيقول لها انها غلطانه لانه مش انسان سطحي ممكن يحب واحده عشان فلوسها، لكنه حبها عشان شخصيتها. بيودعها ويليام وبيمشي لانه مش هيقدر يتعايش معاها بعد ما كذبت عليه. وبنشوف انا في الطياره وهي راجعه لنيويورك وهي حزينه جدا لانها خسرت ويليام، بالرغم انها كسبت نجاحها في شغلها لكن خسرت ويليام. وبعد 6 شهور بتكون انا بتفتتح المعرض الفني الخاص بيها بعد ما ترقت في شغلها وحققت اللي كانت بتحلم بيه. لكن الحاجه الوحيده اللي ما كانتش قادره تتخطاها هي ان ويليام مش موجود معاها في يوم مهم زي ده. بتقول لإيمي صاحبتها انها حاولت كتير تكلمه لكنه مش بيرد عليها نهائيا. فإيمي بتحاول تخفف عنها وبتقترح عليها انهم يسهروا بره في اي مكان بعد المعرض، لكن انا بتعتذر ليها وبتقول لها انها تعبانه. وبعد الافتتاح بتتفاجئ ان ويليام واقف قدامها ومعاه شنطته، فبتستغرب انا وتساله هو جاي يعمل ايه. فبيقول لها انه ما كانش ينفع ما يكونش معاها في يوم زي ده لدرجه انه جاي من المطار عليها بشنطته. فبتاخده انا لشقتها الجديده، وهنا بتكون البدايه. لكن البدايه اللي ده وقتها فعلا انك تشترك على القناه.